نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم باش نعملو مع بعضنا مقروض التونسي. باش ناخذو كيلو سميد ارطب وكيلو فرينة وزوز كيلو سميد متوسط، مغرفتين متاع قهوة ملح، و700 غرام اللي هي خميرة الحلويات، وخذيت إترة زيت زيتون، وخذيت معاها 100 غرام زبدة حيوانية. نحطوا الزيت متاعنا يبدا سخون، مش برشا ومش شويه، غليته انا وخليته يرتاح. صبوه كله، نخليه انا باش نحركه بحاجه باش ما يحرقنيش، خاطر خليته برد شويه. نحركوه ماذا بينا بحاجه من بعيد باش ما نتحرقوش. هذه طريقه سهله ويجينا مقروض بنين على الاخر، ماهوش برشا، خاطر باش نخلوه ماذا بينا نحضروه قبل بنهار باش يتبسس، واليوم غدوه نعملوا له بقيه المكونات الاخرى. فهمتوا؟ هاو كريتو بدا يشرب في الزيت نتاعو. نقص انا على الكاميرا نبثو بيديا بالكدا بالكدا، وبعد نرجع نوريكم بقيه المكونات. رجعت لكم تويك هدا الزيت نجمو نخلطوه مع بعضنا بيديا، نعملوه حتى كان مش باش نبيتوه ليله كامله هكا مبسس في الزيت والزبده نتاعو. نجمو نحطوا السمن، على فكره اللي يحب السمن يحط السمن، واللي ما يحبش السمن يبدا قوي عليه ما يحطش، يحط زبده، واللي ما يحبش الزبده يخليها الكل زيت. نجمو تعملوه قبل 3 سوايع تخلوه يشرب، وبعد تبدو تبلوه بالماء والمكونات اللي باش نقول لكم عليها من بعد. نحضروا له بالطبيعه التمر نتاعو، نبسوه بالطريقه هذه حتى يتبسس بكله، ما نخلوش فيه حتى حاجه معناتها حتى كعبه ماهيش مبسه، باش يجينا المقروض نتاعنا بنين وهشوش. تحبوا اقل من الكميه هذه ديما طيحوا في الكونتيتي اللي انا عطيتها لكم. اوكي، نحطوا الملح نتاعنا بعد ما بسسناه، ونحطوا ساشي الخميره نتاعنا كالعاده، نحاولوا نخلطوها هكا، وبعد نبثوها بيدينا، نخلطوها الكل بيدينا مع بعضنا. كل هذيك الكل تتخلط معاها وتجينا بقدرة ربي مقروض بنين برشا. انا نخليه يرتاح هذا في الثلاجة بعد ما نخلط المكونات هذيك، نخليه يرتاح ليلة كاملة. بالنسبة لي انا نخليه ليلة كاملة، بالنسبة لكم انتم كان مزروبين 3 سوايع ساعتين، وتبدو تحضروا مقروضكم على رواحكم ونمشوا نكملوا المقروض نتاعنا بات ليلة كاملة. وهذه النتيجة كي بات، شوفوا كيفاش مرمل وشرب الزيت نتاعو والزبدة. تويكا باش نقسموه على معناتها مرتين باش نبدو نعجنوا المقروض نتاعنا. انا حاطه حاجه بحذايا في الرخامه الاخرى، ونقسموه باش نجمو ما نعجنوش، باش نجمو نلموه هكا. هاو ناخذوا نصف الكميه نتاعو ندلو بشويه. انا في الاثناء خذيت 3 كيلو دقله. فما دقله النور، فما الدقله العاديه. بالنسبه لدقله النور تنجم ترحاها تبدا طريه، ترحاها ديريكت وحدك في الماكينه، وبعد تفوحها وتعمل شويه زيت تعجنها. تنوريكم كيفاه. بالنسبه اللي عنده تمر، انا الحقيقه خذيت تمر باهي وتمر عادي، يعني يبس شويه تحطوه في الكسكاس في المقفول، وتحطوه بعد ما تغسلوه تحلوا النويه نتاعو النوايه وتحطوه يفور. فهمتم؟ وبعد تروحوه بالماكينه صدقوني يجي كأنه دقلة النور. انا عملت الزوز وهتنوريكم. ناخذ هنا ماء العطرشيه، بسم الله، صبوا الشطر نتاعها ونخلوا الشطر الاخر للكميه اللي بعدها.
واللي ما يحبش عطرشيه يعمل كل ماء، ما نعجنوش بطرف صوابعنا. هذا ماء نورمال. علاش نخدم فيه هكا؟ باش السميد ما يشدليش في ايدي، فهمتم؟ صبوا الماء بشويه باش ما يغلبناش، ونلمو بطراتش صوابعنا. واحنا بطبيعتنا كي باش نحلوا الكعب المقروض بالقالب نجربوا كعبه الاولى تمشي معانا في القليان ولا تتفتفت، كي تتفتفت نصلحوها. الريحه نقول لكم مش عالبنا نتاع الريحه اللي نتاع العطرشيه والله. هذا اول ما نبدو احنا في تونس ديما اكثريتنا نبدو بالمقروض، فهمتوا؟ نزيد الماء، ونحطوش في ضربه واحده الماء، نحطوه بشوي بشوي. العجين لا، نزيدوا الماء. انتي والسميد والفرينه اللي عملت بهم، فما سميد يشرب وفما سميد لا. علاش ما فماش احكار فيه الماء في البات؟ انتي والسميد اللي عندك، وانتي والعجينه اللي باش تعملها. هكا نلمو بكراتش صوابعنا، العجين لا. نزيد شويه اخرى ماء. تبعوا كيما وريتكم هكا بقدرة ربي يجي بنين. العجنان ديما نقولوا ما نعجنوش، مش خبز هو، باش نعجنوه يجينا مبسس ويجينا بنين. هكا كي نلمو هكا خسر ريتو ما يترشقش في يدينا، ثم عجينه ناجحه ان شاء الله. نكمل انا نلم العجين متاعي ونرجع نوريكم التمر كيفاش نعملوه. نبداو في التمر متاعنا. خذيت انا النوعيه اللي قلت لكم باهيه ونوعيه عاديه. هذه النوعيه العاديه خذيتها، غسلت التمر متاعي ونحيته القلوب هذيك الداخلانيه وحطيته فوق في الكسكاس فار بالكدا، وبعد ما رحيته في الماكينه ولا بالطريقه هذه. شوفوا كيفاش طويكه باش نفوحوه مع بعضنا، خير من نشرب باكوات حاضرين، راه ما ننصحكمش بهم. هنا عندنا المغرفه هذه معبيه قرفه، اللي ما يحبش قرفه كما قلت لكم ما يحطش، هو ليه الاختيار، فهمتوا؟ هنا زيت زيتون، بسم الله، باش نجمو نعجنوه. وهنا عندنا العطرشيه، اللي يحب يستغنى يستغنى. هنا خذينا الجلجلين، ناخذ شويه برشا الجلجلين، وناخذ اللوز. هذا اللوز اللي يحبوا من غير لوز يعملوا عادي يعني، ولا يبدل باي فاكهه اخرى. انا نحب المقروض هكا يبدا باللوز، نحب نعجنوه بالطريقه هذه. ونزيدو كان حسيناه شايحه نزيدو حتى يتعجن يولي لنا ليس. ها كليتو مطراه تاخذوا باكو حكايه فارغه، راه معناتها تاخذوا اي تمر. المفيد مش مدود، ماهوش مسوس، حاجه مش قلت مش كاليتي يعني تاخذوه مش كاليتي جمله، حاجه مش الطريعه على الاخر. تنجموا انتم تطروه كي تفوروه في الكسكاس، تطيروه بالقدا بالقدا وتستخدموه بالطريقه هذه، والله يجي بنين. نزيدوا شويه لوز، انا حطيت 150 غرام لوز، هروشتهم بركه ما رطبتهمش يعني باش يظهروا لنا في المقروضه، والمقروضه نتاعنا تجي بنينه. نزيدوا شويه جلجلان ونعجنوا العجينه التمر نتاعنا، نعملوها ديبول باش نجمو
ريتو كيفاه. نزيدو شويه زيت، تحسها ناقص شويه. زيت زيتون من الافضل، اللي يحب الزيت زيتون، فماش حد ما يحبوش، انما حال يحط شويه زبده ولا شويه زيت نباتي. زيت نباتي بدون ريحه، يعني ما فيش طعم نتاع زيت هذاك العادي اللي نطيبو بيه، ما فيش ريحه الزيوت. اخذوا بالطريقه هذه كيفاش نخدمو بيه. ريتو تويك انا باش نحضر الكل بحذايا ونحطو باش نلقاه حاضر، ونرجع نوريكم كيفاش باش نبدو نحلو كعبة المقروض نتاعنا. ان شاء الله تاكلوا بالصحه وتجربوها وتعجبكم. والطريقه هذه صدقوني طريقه سهله وبنينه في نفس الوقت، وان شاء الله تعتمدوها. نبدو تويك مع بعضنا في كل حلين الكعبة المقروض نتاعنا. توا هذا العجين نتاعنا كما قلت لكم، كل واحد والعجين اللي عنده. هكايا حضرنا لي بودان نتاعنا من بكري، راهي زلت لسان قلت لي بود، يعني هما ذوما لي بودان احنا نسموهم. هما حضرناهم بالطريقه هذه باش نستسهلوهم، نلقوهم حاضرين. شوفوا كيفاش، وتجي العجينه التمر نتاعنا طريه. كملوا نحلوا الباقي لهنا بالطريقه هذه، ونحطوها في التمر نتاعنا، في العجينه نتاعنا. نوصلوهاش للاخر باش ما تجيناش مفزفزه. هكا هكا هكا، ونمشوها بالطريقه هذه باش ما يجيناش لا خشين برشا ولا جويد. هذا مقروضنا التونسي، تبعوه بالطريقه هذه تنجح بقدره ربي ويجيكم هشوش. خاطر فما مقروض ساعات يجي يابس على الاخر. ريتو قد ما نمشي العجينه ما تتفتفتليش. طلعوا علاش؟ خاطر خدمناها على قاعده. هاكا نزيدو نجودو فيها شويه، من بعد البلاتو نتاعنا اللي خدمنا فيهم اللي في جنابنا، ونخدمو على رواحنا. ماذا بينا يكون سطح العمل يكون مضيف ومعقم باش كي نبدو نخدمو في خدمه نظيفه. هنا القالب نتاعنا هاكا بسهوله تامه، يعني حتى كي ننزلو من غير ما نتعبوا، فهمتوا؟ نبعدوا علينا اي حاجه تعطلنا. نكملوا الكعبه الاخر هكا زاد نقدوها، وناخذ السكين نتاعنا. انا راني مش باش نقص بالسكينه خاطر الرخامه. نقص حاجه ما تجرحلناش الرخامه. هاكا نقصو، كان عندنا هكا ما كاش نقصو بالسكينه وكهو. بعد احنا ننظفوها ما نخلوش الحراف بالطريقه هذه. جينا مقروض ابني، ونغطوا ديما العجين نتاعنا باش ما يتيبسناش وتجينا يابسه وما عادش تطوعنا في الخدمه. نحطوا في البلاتو بحذانا، نحطوا الكعيبات هما الكل اللي حضرناهم. هاكا نظفوا هكا بالطريقه هذه. ريتو هاكا بتجي كعبه مزيانه. انا نزلت على الكعبه، انتم ما تنزلوش. هاكا تشدوا هكا على الحرف باش ما تهلكناش. نكملوا البلاتو نتاعنا كامل وبعد نمشوا للقليه ان شاء الله. باش نقلوا توا المقروض نتاعنا تستيت بكعبه بالطبيعه كما قلت لكم، جاتني بريقله. توا باش نبدو نقليو. نحطوا حاجه غارقه كيما هكا ونعبوها بزيت نظيف، ونهبطوا الكعبه بالسياسه ونردوا بالنا عليها لا تتحرق لنا. ماذا بينا المقروض نقلوه في حاجه غارقه مش في حاجه بلا. نخلوه يتحمر يبدا لونه دوري، يعني راهو طاب المقروض نتاعنا.
نحضروا برشا بلاتوات مع بعضنا باش نلقوا القليان بسهولة، فهمتم؟ نجمو نبدو نطيبوا في فطورنا في شقة فطرنا ونعملوا الحلو هذا. هاوكا كيفاش يجينا من الداخل، هاوكا مريقل، ونسقطوه بالسياسة. يتحمر لنا مقروضنا. انا محضره الشحور من البارح، حطيت كيلو سكر وعليه 2 كيسان كبار ماء وشطر، حطيته مدة نص ساعة. وقت هو غلى انا زدته مغرفتين قارص عصير ليمون وخليته غلى شوية لين كي نحطه بين صوابعي يولي فيه شوية تلبيطة، فهمتوا؟ يتسمى الشحور ناجح. انا نكمل نقلي ونرجع نوريكم كيفاش اللون نتاعو ان شاء الله. حضر مقروضنا نودكم وما نشهيكمش، جانا معسل وطري على الاخر وبنين بالحق، جربوه. انا باش نوريكم الكعبه اللي في ايدي، اخضروا ما شاء الله، اخضروا كيفاش يعني هشوش على الاخر. انا حبيت نوريها لكم باش تشوفوا قداش اللي هي هشوش الكعبه وبنينه، وانتم شفتوا الطريقه اللي عملت بها، تبعوها كامله. قدرة ربي يجيكم مقروض بنين برشا. مازلت عندي ان شاء الله باش نبدا نصور في حلو العيد ذا الزمني. ان شاء الله تتابعوني في قناتي على اليوتيوب ميرا في المطبخ التونسي. نستنى منكم جيم وكومنتير، الاشتراك في القناه، ونقول لكم بسلامه وفي امان الله.